في definition أو مصطلح ظهر حديثا في علم التنمية الإنسانية أو التنمية البشرية، ممكن الناس اللي ليها اهتمامات بالمجال ده تكون عارفاه. مصطلح اسمه FOMO، FOMO، يعني feeling of missing out. It's an acronym. النوع ده من البشر، الفومو people، النوع ده بيتعب قوي في حياته. النوع ده بيقضي معظم حياته وبيستهلك من تفكيره ووقته انه يبص للي حواليه. مين عنده ايه وانا ما عنديش ليه؟ جاري عنده كذا وانا ما عنديش، صاحبي بيعرف يعمل كذا وانا ما بعرفش. انك تقارن نفسك بحد من الامور المزعجة جدا في الحياة، ودايما هتحس ان انت مش راضي وان انت الفريم بتاعك ناقصه حاجة. بلاش نبص لرزق غيرنا. ولما نقول رزق، مش دايما الرزق بيبقى فلوس، الرزق بيبقى منح جميلة قوي ربنا مديها لنا، احنا ممكن نكون مش شايفينها او لسه ما اكتشفناهاش في نفسنا. الرزق ممكن يكون امكانيات، طاقات، قدرات، ورضا. على فكرة بيعجبني قوي بقى فئة الجامو. جامو joy of missing out، الناس السعيدة والراضية باللي ربنا اداهولها. اكبره ازاي، اطوره ازاي، انميه ازاي، ده اللي شغل تفكيرها. ما بيشغلهاش مين عمل ايه ومين عنده ايه، لا شغلها حاجة ولا شغلها اي حد. من فضلكم يا جماعة، الرضا، الرضا رزق، الرضا منحة. ما تبصش للي في ايد غيرك، لان غيرك مش انت. ربنا خلقنا مختلفين. ان على فكرة لو فكرت بالطريقة دي هترتاح قوي، حياتك هتبقى very peaceful، هادية.